إيه هو السن المناسب للجواز في رأيك؟ 20، 25، 30؟ المجتمع دايمًا بيحط أرقام يقول لك أقل من كده بدري وأكتر من كده متأخر، لكن هل فعلًا الجواز ليه رقم ثابت؟ والّا دي مجرد فكرة اجتماعية بيتفق عليها الناس وكل جيل بيغيرها حسب ظروفه وتفكيره؟ تعالوا نفكر شوية كده. لو افترضنا إن الجواز ليه سن معين، ليه كل جيل بيقول رقم مختلف عن التاني؟ جيل زمان كان بيعتبر الجواز في أوائل العشرينات طبيعي جدا، قبله كانت الأعمار أصغر من كده، ودلوقتي ممكن تلاقي ناس شايفة إن أقل من 28 بدري. يبقى السؤال، إذا كانت الأرقام دي بتتغير مع الوقت، هل هي فعلا مقياس ثابت ولا إحنا اللي حطيناه من دماغنا؟ والأهم من ده كله، ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان يوصل للنضج الجسدي في سن مبكر حوالي 15 سنة مثلا؟ والنضج الجسدي مش بس يعني شكل الجسم اكتمل، ده معناه ان المشاعر والرغبات والاحتياجات النفسية بدأت تظهر، وده جزء من الفطرة اللي ربنا خلقها، والفطرة دي محتاجة توجيه ورعاية، مش كبت وتجاهل. لكن للأسف في مجتمعنا احنا بنطنش المرحلة دي، نقول للشاب أو البنت لسه بدري عليك، من غير ما نهيئهم ولا نعلمهم ازاي يتعاملوا مع المشاعر دي واحتياجاتهم. والنتيجة فترة فراغ طويلة، ضغوط نفسية، وربما سلوكيات خاطئة. أنا مش بقول الكلام ده علشان أشجع على الزواج المبكر، أنا بقول الكلام ده علشان أوصل رسالة مهمة جدا للآباء والأمهات: ما تربطوش أولادكم برقم أو سن معين. أول ما تلاحظوا إنهم بدأوا يعيشوا مشاعر جديدة، لازم تتعاملوا معاها بوعي. ابدأوا في إعدادهم من بدري، علمهم إزاي ياخدوا قرار، يحلوا مشاكل، يتعاونوا مع بعض، ويفهموا معنى كلمة أسرة، ويتعلموا يعبروا عن مشاعرهم بطريقة صحيحة. لأن الانتظار الطويل بدون إعداد بيطلع لنا شباب سن 25 و30 ولسه أطفال نفسيا، مش عارفين يديروا بيت ولا يربوا أولاد ولا عارفين يتعاملوا مع اختلاف الآراء ولا تعلموا إزاي يلبوا احتياجات الطرف الآخر. تخيلوا إننا بننتظر كل السنين دي وفي الآخر نكتشف إنهم ما اكتسبوش أي خبرات أو مهارات للحياة الزوجية. وده خطر أكبر كتير من فكرة الجواز المبكر أو المتأخر. فنصيحتي إننا نبدأ الإعداد بدري، مش علشان نزقهم للجواز بدري وقبل وقتهم، لكن عشان لما يجي وقتهم يكونوا جاهزين فعلا نفسيا وعاطفيا وفكريا. الفطرة مش هتنتظر، ولو تجاهلناها النتيجة هتكون أصعب مما نتخيل. أشوفكم على خير، والسلام عليكم.